جون جونز لسه معتزل، وانا اعتقد ان اعتزاله دلوقتي هو اسوأ واسخف طريقة ممكن يعتزل بيها، وده عشان هو فضل يماطل في المباراة بتاعته مع توم اسبينال حوالي سنة. في السنة دي هو فضل يعمل حاجات غريبة جدا وخايبة جدا من وجهة نظري. اول حاجه ابتدى ان هو يماطل بان هو يطلب مبالغ كبيره جدا من اليو اف سي ما اتطلبتش الماتش قبل كده. اتكلم مع دانا وايت وقال له ان هو هيلعب مع توم اسبينال، ودانا وايت طلع وقال قدام الناس كلها ان جون جونز وافق على الماتش، وبعد كده غير كلامه وخلى كلمه دانا وايت ملهاش لازمه. ضيع سنه من عمرنا ومن عمر توم اسبينال وهو عمال يترجاه ان هو يلعبه. ده غير ان هو عطل الحزام كله. وفي قلب المفاوضات مع اليو اف سي قام واخد بعضه وقام رايح على تايلاند عشان يصور رياليتي شو هناك. وقعد يشوق الناس على الماتش وفي الاخر ما عملش حاجه. يعني انا حتى افتكر ان كان في يوم هو قال فيه ان هو هيعلن عن حاجه مهمه ليها علاقه بالفايت، ولما طلع اعلنها طلع اعلن الحرب على المنظومه الصحيه الفاسده اللي هو يعني المستشفيات والادويه وشركات الادويه والحاجات دي. ايه علاقه ده بالموضوع؟ طبعا ده ما يقللش من تاريخ جون جونز ومن مسيرته المرعبه. انا واحد من الناس اللي كنت بتفرج عليه من وانا صغير وكنت بشوف ان هو قدوة بالنسبة لي، لكن للأسف كنت اتمنى ان هو ينهي المسيرة بتاعته بطريقة فيها شرف اكتر من كده. حتى لو خسر من توم اسبينال هيفضل في مكانته اللي محدش يقدر ياخده منها. اعتزاله جه بعد ماتش من الماتشات في اليو اف سي في محادثة جانبية مع دانا وايت. John Jones called us last night and retired. John Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. Thank you very much. للأسف مش كل حاجة نفسنا فيها بتحصل، وللأسف دي النهاية اللي جون جونز اختار ان هو ينهي بيها تاريخه. وبكده رسميا توم اسبينال بقى بطل الوزن التقيل في اليو اف سي. بس كده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.